بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واحلى متابعين؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهارده حمص الشام او الحلبسة. الحقيقة ان ديت من الاطباق الشهية ومن الحاجات الجميلة اللي بتساعدنا على الدفى في الوقت اللي احنا فيه ده في الشتاء. وكمان قيمتها الغذائية عالية. هناخد كمية الحمص اللي احنا هنستخدمها وهننقعها لمدة 12 ساعة أو يوم كامل حسب ما تحبي. الحلبسة ديت لما بنيجي نشتريها من بره بنشتريها بالغالي. انت لو عملتها في البيت هتعمليها بأسعار بسيطة وفي نفس الوقت هتبقى الكميات هتكفي العيلة بتاعتك. هناخد الحمص بعد ما نقعناه الوقت اللي احنا قلنا عليه. هنرفعه على النار وهنضيف نص معلقة سكر. السكر بيساعد على ان الحمص ما يغيبش على البوتاجاز معانا. بعد كده يا حبايب قلبي هناخد الحمص بتاعنا ونغسله غسيل كويس قوي. وهنجيب الحلة بتاعتنا ونضيف فيها كوبايتين مية. وهنضيف الحمص في المية اللي على النار. كمان احنا مجهزين صلصة. الصلصة بتاعتنا ديت صلصة الطماطم ضاربين معاها في الخلاط بصلاية متوسطة وفصين توم. وعلى قد الكمية برضو اللي انت مستخدماها هتضيفي كوباية الا ربع صلصة او كوباية كاملة حسب ما انت عاملة الكمية اللي انت عاوزاها. بعد كده يا حبايب قلبي هنضيف بقى الملح وهنضيف معلقة كمون كبيرة. وهنسيب الحمص يستوي في الصلصة والتتبيلة اللي احنا عملناها. بعد ما يتشرب منها كده ويبتدي الحمص بقى يستوي هتبتدي ان انت تغرفيها في الكوبايات او في اطباق زي ما احنا قلنا حسب ما بتحبي. الحقيقة هي اطباق جميلة ومستحبة في الشتاء وقيمة غذائية عالية. بعد ما عملنا الحلبسة هيتي حبايبي اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان الطريقة تنال اعجابكم. واحب اعرف تعليقاتكم على القناة ويسعدني وجودكم معانا. وبألف صحة وعافية يا رب. واحلى حمص شام او احلى حلبسة وبألف هنا وشفا يا رب.